إلى المحور السياسي السوداني الراهن السياسي الآن، من حيث انتهى إعلان أو بيان لمجلس السيادة الانتقالي في 11 فبراير بأن الموقعين على الاتفاق الإطاري وغير الموقعين عليه تم التوصل بينهم إلى صيغة نهائية للإعلان السياسي، والترتيبات ستجري هكذا كما جاء في بيان السيادي، تجري لإكمال هذا الأمر. يعني سيد مناوي، بعد ورشة القاهرة مباشرة كان هذا البيان. ماذا حدث منذ نهاية ورشة القاهرة وصولا إلى هنالك جلسة تمت بين كتلتين، اللي هي كتلة سميت نفسها بالموقعين، نعم، وكتلة الحرية والتغيير، وتناقشنا للثلاثة أيام. فقد توصلنا لأشياء يعني مهمة جدا، والورقة كادت أن تنتهي، لكن هنالك بعض القضايا ما زالت لم تحسم بعد يعني. نعم. فهي ليست كبيرة، وإن كان هنالك يعني شيء من الإرادة حقيقية من طرف أخواننا من ناس أنا قاعد بسميهم ناس المجلس المركزي للحرية والتغيير، لكن هم بيقولوا لا 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 نحن الموقعين. نعم. بما يعني إنه المكون العسكري بما فيهم يعني. فإذا هم من يعني وفروا شيء من الإرادة بسيطة، أنا أتخيل إنه في قادم الأيام، وحتى أتمنى إنه ساعات ممكن الناس تحسم الموضوع بتاعت الورقة النهائية. لم تحسم بعد، لكن هي ليست كبيرة يعني التي يعني تبقى الآن. على ماذا الخلاف سيد مناوي؟ طالما الوثيقة غير منشورة، وإذا قلت النقاط الخلاف فأكون صرصار يعني. لذلك لا، يعني نحن روجنا لهذا الحوار ونريد ربما أن نخرج بتسريبات لأشياء عندها علاقة بالمؤسسات. نعم. بما ذلك مؤسسات العدلية مثلا، في أشياء عندها علاقة بالمؤسسات العدلية. نعم. ونحن بنفتكر إذا مشت بذلك أو بذات المنهج الذي يعني يعتقدونه البعض أو يعتقدونه البعض، فهو منهج مخل بالنسبة للعدالة، في وقت إنه الناس يعني عمرهم كلهم ضاعوا وماتوا أهلهم بغياب العدالة، وبالتالي يجب العدالة تصوت على كل المؤسسات، أيضا بعضها في المؤسسات الأمنية. فإذا سر الأمر برضو بشكل اللي بيريدونه هم بعض الناس، برضو حيكون في خلل كبير في هذه المؤسسات. وكذلك المرجعيات، هل هي مرجعيات يعني بذات الوثيقة الدستورية الموجودة الآن، ولا بنبدأ بوثيقة جديدة ولا كده؟ افتكر ديل القضايا العامة ممكن أنا يعني أقولها بشكل عام، لكن طبعا بالتفصيل سيقال في وقته. نعم. هل هناك الآن تجري هذه المشاورات واللقاءات؟ يعني ما في مانع طبعا. ما في مانع. أنتم لم تجلسوا حتى الآن منذ هذا البيان؟ منذ هذا البيان لم نجلس في 11 فبراير. ولكن نعم. ما كان في أي مانع للجلوس يعني. نعم. طيب سيد مناوي، ربما أيضا أشرت إلى أن توفر الإرادة لدى الموقعون على الاتفاق الإطاري هي التي ستحكم أمر أن تمضوا معا في توقيع إعلان يعني أنت تحدثت عن الموقعون على الاتفاق الإطاري، أنت تحدثت أن هناك مباحثات أو حديث بينكم ربما يفضي إذا توفرت عندهم الإرادة والتنازل فيما تتحدثون فيه عن ملفات أنت ذكرتها قبل قليل، هي التي يعني ستحسم أمر المضي بأمر استقرار وإعلان الحكومة. نعم، الإعلان السياسي. الإعلان السياسي القادم. نعم، الإعلان السياسي القادم. أنا شخصيا إذا طبعا ده الرأي الشخصي، لكن قراءتي للأحوال ما محتاجة للأوراق خالص. نعم، التفاهمات وكتابتها في الورق مهمة، لكن قراءتي للأوضاع الماشية دي توفر النوايا الصادقة. نعم. لكن يجب أن ننسى الاتفاق الإطاري، ويجب أن ننسى الإعلان السياسي اللي نحن ساعين له الآن. يجب علينا أن نجلس لكتابة اتفاق
الإعلان السياسي النهائي. صيغة نهائية اللي نعم. كتبت. أنا برأيي كذلك، والترتيبات نعم. الدستورية. افتكر ده الكلام المفروض الناس يمشوا فيه. نعم. وما في داعي لتقييد أنت دوما أكدت سيد مناوي بأن التفاوض معكم ليس كحركة جيش تحرير السودان، أنتم كتلة ديمقراطية، وهذه الكتلة الديمقراطية ربما كانت هناك اتهامات بأنها إغراق للعملية السياسية من قبل الموقعين على الإطار. الآن ربما تمضي الأحداث السياسية بنهاية يكون فيها توقيع على صيغة إعلان سياسي كامل يتم فيها التوافق. ما هو مصير الكتلة الديمقراطية في هذا الأمر أيضا؟ أين هي في هذا المشهد إذا وصلتم إلى صيغة إعلان سياسي؟ المستمع نعم. المحترم إذا استمع عليه الآن عبر شاشاتكم المحترمة نعم. فمسألة عملية إغراق هي كلمة يعني تراث منها إبعاد الأساسيين، الناس الأساسيين اللي عندهم في الحقيقة مساهمة حقيقية تاريخية في العمل السياسي لتكوين نعم. هذا المنبر السياسي الجديد. نعم. فإغراق إذا أصلا ممنوع ما عندنا مشكلة، خليه يجوا ثلاثة هم اللي بيفتكروا إنه فلان وفلان ديل أساسيين، أوكي نقبل، شكرا، ادونا الصفه بتاعت الاساسيه، شكرا. نعم. نحن مثلا كان قبلنا بنيابه عن الاخواننا واخواتنا اذا قبلونا نحن نقعد، فهم برضه خلوا يجونا ثلاثه. الثلاثه ديل مؤتمر السوداني، حزب الامه، السمحه او مؤتمر اللي هو بيسموه التجمع الاتحادي وتجمع المهنيين، الاثنين دول ياخذوا مقاعد، خليه يجوا يقعدوا مع الناس ما في مشكلة. تبقى ثلاثة لكن كل واحد فينا يمثل أخوانه وأخواته يعني. نعم. أفتكر ده الكلام اللي بيحصل إذا ما دايرين الإغراق. طيب 77 جسم وتنظيم يعني شكلوا الحرية والتغيير، الآن تفرقت بهم السبل، حتى في النظرة لما بعد التغيير في السودان، كيف تشكل الحكومة؟ من هم الأطراف الفاعلة؟ أمر الإقصاء لا زال ماسل، تفرقت بهم السبل. هل هذا الأمر سيؤثر بصورة شيء بسيط كبيرة؟ جدا. أنا بالنسبة لي نعم. شيء بسيط جدا، حتى ولو كان هذه 77 مجموعة كان موجودة، أنا ما كان عندي مشكلة في الموضوع ده، فقط اهتمام وتد الاعتبار وتطرح الموضوع عليهم، فهم بالتأكيد هيفوضون. فكثير من القوى السياسية الآن تتحدث بأنهم يجب أن يضعوا آرائهم في الوثيقة الدستورية وفي المنهج السياسي اللي ممكن يكون الحكومة الانتقالية عشان يكونوا جزء من الحكومة الانتقالية، لكن هم ما دايرين يكونوا جزء من الحكومة الانتقالية بقدر ما فقط آرائهم ومشاورتهم ووضع الاعتبار عليهم، ده الحاجة المطلوبة. فبأقل الاعتبار وبنزول من البرج العاجي نعم. المزيف أصلا ما كان موجودة، وبخروجك على الشعب كويس بلبسك الجمهورية العادية اللي تفتكر انه انت لابس الحرير وكده، ما لابس حرير. نعم. فاذا عملت حاجة زي ده انا بفتكر انه كل الناس وكل القوى السياسية كل الكتل السياسية بترضى على بسيط الموجود وبتقبل بان تفوض الاخرين نيابة عنه. لكن باي كبرياء اذا 77 دول كلهم التقوا مع بعض وقالوا نحن السودان والسودان نحن، ما في حد يقبل لهم الكلام دي. فلذلك العملية هي معرفة وتجرد وتواضع. نعم. فده إذا ما في افتكر الأمور والوطنية أيضا إذا غابت هي طبعا غاب هذا الأمر. ما في هي التوافق في ناس السوداني الوطنية كامل. ده مع كل واحد. نعم. الوطنية دي في حتة مهمة جدا، معرفة الاجتماع أو المجتمع السوداني. يعني معرفة نسبية، في بعض الناس بعرفوا المجتمع السوداني من الشوارع السودانية هنا في الخرطوم. نعم. في بعض الناس بعرفوا مجرد أم درمان، في بعض الناس بعرفوا خرطوم وهكذا. فالإسكوب طبعا مختلف تماما. نعم. فما في مشكلة، كما بعرفوا ما في مشكلة. إذا قعدوا مع آخرين هيعرفون، فلذلك يجب عليهم أن يقعدوا مع الآخرين يعني. نعم. حتى قدومك إلى هذا الاستوديو ما الجديد؟ هل هناك ربما في الساعات القادمة تشهد جلسات معكم غير معلنة؟ لا أبدا، نحن أو معلنة أو أيا كان. نعم. لا نحن ناس الكتلة المفتوحة ما عندنا نعم. حاجة غير معلنة. فحتى إذا يعني قررنا بأن نتستر أو قررنا أن
نخفي نعم. حاجة بطلب منهم هم، لكن ما نحن ما عندنا حاجة غير معلنة. نعم. لكن ما كان في اجتماع مقرر عشان أقول لك، ولا كان في جلسة مقررة أو في خطوة عشان أنا أقول لك. لكن طبعا التواصل مع المكونات مختلفة موجودة هنا وهناك، والتواصل برضه مع المجتمع الدولي سواء كان آلية الرباعية أو الثلاثية موجودة وهكذا. نعم. يعني سيد مناوي، أنت في زخم هذه الأحداث، وأنت من الفاعلين في المشهد الآن. يعني السودان إلى أين يمضي في ظل عدم التوافق أول السوداني؟ حاجة قبل ما نقول السودان إلى أين يمضي، أنا نعم. ما ماسك دريكسيون بتاع السودان لوحدي، عشان كده أنت أنا ما موجود. أعرف إيش الموجود. أنت موجود ولك قراءتك بالتأكيد. أين تذهب السودان؟ السودان يجب أن تذهب، أنت تريد مني يجب أن تذهب أين، ولا بالتأكيد أنا أوريك أين تذهب السودان؟ إلى أين يمضي يعني وسط هذه السجالات وهذه الويرش التي يمكن نحن في موج. نعم. نحن في موج عجيب جدا. أنتم على طرفي النهر. نحن جميعنا بما فيك أنت. نعم. نحن في موج عجيب جدا. نعم. لأنه فسر لنا. نحن في سفينة واحدة، وهذه السفينة تمضي في وسط الأمواج. نعم. فهذه الأمواج للأسف الذين يقودون والآن يحتلون كابينة القيادة ربما تنقصهم الخبرة لخروج من مثل هذه المطبات، ربما، ولكن بالتأكيد سيخرجون بنضوج كامل من إذا خرجوا من هذه الأزمة بشكل كامل، وبالتالي السودان يستقر. نعم. وهذا من جانب. من جانب الآخر، إذا تم قياس ما بين المطالب الآخرين منا ومطالبنا من الآخرين، وتم موازنة بتاعتها ووزنها بشكل كويس، أن احنا بنستفيد كثير جدا في السودان. لأن السودان البهرولوا بيجوا علينا ديل هم المحتاجين منا كثير جدا، مش محتاجين وليس العكس. مش محتاجين لحياتنا فقط، لا، ولا محتاجين لسواد عيوننا زي ما بيقولوا، لا، محتاجين منا كثير جدا. فنحن يجب أن نعرف ماذا يحتاجون هؤلاء، وأيضا هم أيضا يجب أن يعرفوا ماذا نحتاج منهم. بأن غياب الحكماء هو الأثر في استطالة هذه الأزمة. الآن التوافق بينهم، حكماء موجودين بالمناسبة، يعني. ما في حاجة اسمها ما في حكماء، ما في البلد ما لماذا لم تجلسوا؟ طيب الحكماء دورهم التغريب والوساطة وما إلى ذلك يعني. ده السؤال نحن زاد قاعدين نسأل، يعني نقول لهم يا جماعة أين هم طيب الحكماء؟ طيب والله لله إنه طيب انتوا لو بتسألوا احنا نعمل شنو سيدنا؟ نحن نطلب منكم احنا إعلاميين، احنا مواطنين وغير ذلك، يعني ماذا نفعل؟ نحن ما نقول له دقيقة بس عشان أكمل لك الصورة كاملة، وبعد ذاك أنقل للآخرين. نحن لما بنقول يا جماعة نطلب منكم اللقاء، نطلب ترسلوا لنا سفير، وبعد شوية نحن نرسل لكم الرسالة عبر السفير، نطلب منكم اللقاء، نطلب ترسلوا لنا مبعوث دولي، وبعد شوية نضطر نقعد شهر نقعد نطلب ندق أبوابكم، في النهاية ترسلوا لنا سفير آخر. فده المشكلة الأساسية أن احنا نعاني من الأخواننا ديل. لكن لما نطلب منهم اللقاء بحاولوا برسلوا لنا واحد، يا أما السفير أما مبعوث أما كده. طبعا هم بيفتكروا هذه الأشياء لها قيمة، لكن ما عندها قيمة طبعا. نعم. فده المشكلة الأساسية. السؤال ده نحن ذاتنا عندنا معك، انتوا كان شعب، أنا ذاتنا شعب، دايرين نطالب الكلام ده، دايرين نجلس مع الناس، دايرين نقول راينا قدامهم، بدلا أن ينقل عبر واحد آخر حتى ما بيعرف الجتشر بتاعتنا. وسؤالك ده سؤال معقول جدا. نعم. ويجب أن نجلس يعني، وبرضه من خلال هذه الحلقة ومن خلال الشاشة. لكن سيد مناوي ربما أيضا من المتابعين، يعني الجبهة الثورية، الكرسي الانتقالي، الهادي إدريس، ومسار الشرق خالد شاويش وأسامة جبهة ثورية سعيد. هسه ما فيها. نعم. هسه في جبهة ثورية، لا ما في. من الموقعين على اتفاق سلام جوبا كانوا حاضرين هذه الورشة. ما في اسمها جبهة ثورية وقعت على اتفاق سلام جوبا، ده التزوير للسلام بالمناسبة. نعم. ما في جبهة ثورية وقعت على اتفاق سلام جوبا، هكذا تسمي نفسها حركات. نعم. موقع على اتفاق السلام. لا، ما وثيقة قدامنا. نعم. في محل اسمها جبهة ثورية. الهادي إدريس الهادي إدريس حركة اسمها حركة تحرير السودان المجلس نعم. الانتقالي. حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، لكن كان عندهم تعالف اسمها جبهة ثورية. هذا يعنيهم. أنتم عندما وقعتم على سلام اتفاق سلام جوبا كنتم جبهة ثورية.
كنا جبهة وكانت سورية، لكن لها لم نوقع رئاسة. على جبهة سورية. نعم. نعم. تأثيراتها نفسه السيد مناوي، تأثيراتها بتأثر كثير طبعا. نعم. بالتأكيد بتأثر كثير، لأنه الذين يغردون خارج الحركات المسلحة، وهم يسمون بآخرين الحركات المسلحة، يستفيد منهم المغرضين من مغرضين للسلام، وبالتالي لازم يكون في ضرر كبير يعني. نعم.